احمد شايف وقاعد ابدا قضايا. احمد شايف فيلم اللعب مع الكبار؟ عادل امام. عادل امام ما اتذكره صراحه. هو بس إيه؟ هو هكذا يعني انت تلعب مع الكبار. إيه؟ وبالتالي اذا ما عندك اليوم الادوات سواء حتى على مستوى الجهات الحزبيه او الانتمائيه ما اتصور تستمر. أنا أعتقد ومؤمن كلش زين أنه أنا أدواتي هم الجمهور الناس، وأنا مؤمن كلش زين عندي هاي القناعة أنه الجمهور ما راح يتخلى عن واحد دافع عنه في يوم من الأيام، دائما راح يوقف وياه. وبدليل لما حكيت قلت أنه أنا سجنت 4 أيام، أكو أكثر من 20 محامي تطوع للدفاع عني هنا أنا بدون أي مقابل، مع العلم قضية بها فلوس يعني. ولما قلت انه اريد اسوي حمله للدفاع عن حقوق الصحفيين، اكو اكثر من 35 ل 40 محامي من كل انحاء العالم، من امريكا، من كندا، من استراليا، من اوروبا، من العراق، من الخليج، تطوعوا للدفاع عن الصحفيين. فانا هذا اعتقد هو احسن ربح يطلع به الشخص، انه يقدر يكسب حب الناس والناس اللي توقف له بدون مقابل. فدا العب ويا الكبار، دا العب ويا الكبار، بس دا امثل صوت الصغار من دا العب ويا الكبار. انا ويا الناس. فلما اكون ويا الناس ما راح تعوفك، ما في يوم من الايام تخلت عن احد، قليل مرات يتخلون يعني، بس بالنهايه ما راح يتخلون عنك. بالنهايه لما انت تكون توصل صوتهم وانت توصل معاناتهم، تحاول انت تستهدف قيس الخزعلي. لا مو بالذات، لا مو قيس الخزعلي، لانه قيس الخزعلي، بس قيس الخزعلي مو استهداف، وانما هو انتقاد. يعني انا ما عندي هم، ارجع اقول ما عندي مشكله شخصيه وياه، بالعكس، بس عندي مشكله بادائه، عندي مشكله باداء جماعته، عندي مشكله باداء بتوجهات قناته، بالاشياء اللي تزرعها القناه بنفوس الناس. هذه المشكله اللي عندي. انت مو فقط بس قيس الخزعلي، الشيخ قيس، ايضا السيد هادي العامري، وهم رجال قاده لحشد شعبي. هذه مجرد التماس، مجرد يعني الوصول الى هذه الاسماء الان في وقت حساس، وقت كبير بمشاكل كثيره، مجرد انت الان تستهدفهم او تنتقدهم تحسب ضدك. انا ما اعتقد انه انا شخصيا اعتقد قاده الحشد هم الشباب اللي بساحات المعارك، اللي يقاتلون ودي يموتون من اجل العراق، وهدفهم الوحيد هو العراق، لا طائفه ولا دين ولا مذهب ولا كذا، رايحين من اجل الدفاع عن العراق. هذول اللي اول ما صارت ب 2014 راحوا لبسوا البدلات العسكريه وراحوا بالصفوف الاماميه، طوعوا وهم مدنيين كانوا حتى يقاتلون من اجل العراق. انا بالنسبه لي هذول قاده الحشد الشعبي، هذول اللي اذا بنتجي عليهم كتسميه، هذول بالنسبه لي هم القاده، وهذول المقدسين، وهذول الخط الاحمر اللي ما يجي يمه. اما الباقين فهم رموز سياسيه. قيس الخزعلي عنده حزب اهل الحق، هذا العامري منظمه بدر، يشاركون بالانتخابات ويدخلون بالمحاصصه ويدخلون بالاغلبيه ويتفاوضون ويجيبون اسامه النجيفي واثير النجيفي وغيره، ويقعدون ويا تركيا ويا البلدان الاخرى، فبالتالي حالهم حال كل السياسيين. ويملكون وزارات، والوزارات تخفق وكانوا قبل مسؤولين في فتره ما عن الاخفاقات اللي صارت ب 2014 وقبلها. فهم سياسيين. عصابة أهل الحق بال 2010 2012 بالانتخابات الأخيرة يمكن رشحوا بالانتخابات واخذوا مقعد واحد، وكان حزب سياسي حاله حال كل الأحزاب الأخرى، حاله حال حزب الدعوة، حاله حال الحزب الإسلامي، حاله حال المدنيين اللي رشحوا بالانتخابات. فليش هذول حلال ننتقدهم وهذول حرام ننتقدهم؟ كلهم سياسيين بالتالي. فأني من ننتقد الأداء السياسي. تنتقد الأداء السياسي، ما ننتقد الأداء، ما ننتقد الشخص، ما نشخصن الأمور. وحتى من صارت القضية مال هذه اللي أثيرت الزوبعة عليها هسه بالأخير واتهموا بها هم، القضايا مال شارع فلسطين والقضايا الأخرى اللي ما راح نحكي عنها هسه طبعا لو شي يصير. احنا حكينا بصورة عامة عن الموضوع، ما اتهمنا، ومع علم أغلب القنوات اتهمت بشكل مباشر. أنا بالنسبة لي ما اتهمت بشكل مباشر. طرحنا الموضوع على الطاولة حال حل المواضيع الأخرى وقعدنا نستنتج ونحلل فقط. طيب أحمد، بصراحة يعني أرجع على موضوع برنامجك. تأثر البرنامج مع ظهور بعض المشاهد، بعض المسلسلات الكوميدية
تأثر يعني طغى عليك يعني قلل من جماهيرك؟ ظاهرة اليوم أكثر من برنامج كوميدي ساخر ظاهرة صحية، طبعا ظاهرة صحية بالتاكيد، لكن ربما طغت عليك كثير. يعني انت في حينها في وقتها عذرا في وقتها كان البرنامج مالتك الوحيد يمكن على الساحة، صح. الآن لا. هذا ظاهرة وجود البرامج السياسية الساخرة بالعراق هي ظاهرة جدا إيجابية. شلون؟ من كل النواحي. أولا راح تنشر ثقافة حرية التعبير عن الرأي، راح تخلي الناس تتقبل هذا الموضوع أكثر. بالتالي بالبداية كان كلش أكو هذا الضغط علينا باتجاه ايش تسوون، ايش قاعد تحكون، ليش هيك، وين تروحون، منو مسوي هيك قبل، لا تسوون هيك قبل. اكو شغله جديده. العراقيين احنا عندنا مشكله بتقبل الاشياء الجديده، ورا فتره لما نتقبلها، ولما نتقبلها راح ننفتح زياده عن اللزوم بها. فاحنا متطرفين بالمناسبه بكل شيء، متطرفين بالتقبل الجديد، ولما الجديد يجي نتقبله نتطرف وهكذا. مثل السبينر هسه كل العالم بالبدايه لا يسوي سرطان ما ادري ايش، هسه الشباب كلهم شايلين سبينر يفترون. فظاهره البرامج السياسيه الساخره هي ظاهره جدا ايجابيه بالعراق. اولا قلت لك تنشر حريه التعبير عن الراي، هاي الثقافه اللي مهمه جدا اللي الناس لازم تتقبلها سواء سياسيين او ناس عاديين او فنانين حتى واعلاميين. وثاني شغله يصير اكو تنافس. لما يصير اكو تنافس تطلع لك انت كمواطن او كمشاهد تطلع لك النتيجه احلى. يعني هسه مثلا من اكو محلين مال كباب، واحد بصف اللاخ، انت راح تقعد تتفرج ياهو، هذا راح يقوم يبدع لك اكثر وهذا يبدع لك اكثر، فمن يصير اكو تنافس انت كمشاهد راح تستمتع انه تشوف هذا يسوي هيك، هذاك ايش راح يسوي، هذاك يسوي لا خلينا نشوف هذا ايش راح يسوي. فهذا الموضوع جدا ايجابي، انا اعتبره بالنسبه لي جدا. بينما قبل مثلا يعني يخفف عليك الضغط. بالعكس وحدة. لا من ناحيه الضغط يزيد الضغط، حتى تقدم شيء اكثر، حتى تضغط على نفسك تطلع شيء. بالتالي الاخرين راح يطلعون شيء وانت ايضا راح تطلع شيء، فالموضوع يعني جدا ايجابي. منافسه ايجابيه مو سلبيه. وايضا تثقيف للشارع بان ما نقدمه هو لكل شرائح المجتمع بغض النظر احمد وحده او اجى فريق اخر. هو الغايه من عندها انه نسلط الضوء بطريقه ساخره على كثير من لكن بس خليني شويه اكون هنا غرور شويه، بس ما يخالف. فقره صغيره، احنا بس البرنامج الوحيد اللي بالعراق اللي من هذا النوع، يعني اللي ينتقد بشكل مباشر وينتقد كل الاشياء بدون ما يخاف وبدون الخطوط الحمراء اللي موجوده. برامج اخرى ربما يعني معذوره انه عندها اسبابها اللي تخليها ما تنتقد او تخليها ما تطب زياده عن اللزوم. بس بالعراق احنا نفتخر انه احنا ما عندنا خط احمر ونقدر ننتقد اي واحد. لكن برامج الان حتى هم في بغداد، في الوضع الامني الموجود هناك، في الضغط الموجود من قبل السياسيين، في الوضع الامني، سياسيين واحد وميليشيات واحد، لكن دا يمارسون عملهم باريحيه ودا يطرحون ودا ينتقدون. سياسيين واحد وميليشيات واحد. لما يكون واحد سياسي وعنده ميليشيا او عنده مجموعه مسلحه، لكن بغداد صار كلش خط احمر. بس لما يكون السياسي مجرد سياسي، وسياسيين هواي من عندهم متدبغه وجلدهم متدبغ على الانتقاد، وصار الموضوع جدا طبيعي بالنسبه لهم بعد ما يهمهم. يمكن هو اكثر واحد يباوع على المشهد. بالضبط. هو مستمتع. اليوم ايش راح يقولون علي اليوم، خلينا نشوف. لا يمكن يعتقد انه تزيد المشاهده، يعني يطلع بالبرنامج تزيد مشاهدته. هو فعلا هو على قولة الامريكان يقولون there is no bad publicity، ماكو نشر بطريقه سلبيه، هو كله نشر سلبيه وايجابيه. يعني كان انتقدوك او حكوا عليك او مدحوك وكله نشر. طيب قاعدتك عريضه كانت الجماهيريه اقصد. أوكي. الان قاعدتك ربما زغرت، مضاعفت. صح؟ لا الارقام تحكي نفس القاعده، والقاعده كل ما تكبر كل ما الجمهور يصير يستمتع اكثر بالبرنامج. بس انا اريد اطلع من الموضوع مال القاعده. احنا رمضان المفروض انا اقصد احمد، يعني عمليه كثر وانتشار البرامج مع الضغط اللي موجود عليك اللي حضرتك تتحدث عنه، اللي قلت انه يستهدف من يتابعني من يشير. ربما الان قواعدك الجماهيريه بدت لا هي موجوده، ما اعتقد تاثرت. بس اللي صار انه الناس بدت يعني لما مثلا تشوف، قبل كانت لما تشوف شغله تحب تنشر تحكي تقول انه كذا وكذا صار كذا وكذا. هسه صار عندهم خوف، صار مثل الممنوعات
اسمه بالعراق انه انت تحكي عن هاي المواضيع او تحكي عن هذا البرنامج وش هيك. يعني مثلا احنا طبعا بالمناسبه احنا دائما نتعرض لنفس القضيه، دائما ننمنع بالمناطق اللي ننتقد بها، لان احنا بالعراق احنا اللي سوينا البرنامج دائما من نبلش قبل كل موسم نشوف منو اقوى واحد موجود بالساحه حاليا فنروح ننتقده. يعني منو اللي يخوف، اللي الناس تخاف تنتقده، حتى نتميز انه احنا دائما نكون عندنا هذا النوع من الشجاعه اللي يخلينا ننتقد الكل بدون ما نخاف. فاحنا بال 2014 مثلا بلشنا البرنامج، احنا اول برنامج بالعراق انتقد داعش بصوره كوميديه وبهاي الطريقه. ما كان اكو برنامج انتقد داعش. انتقد داعش طبعا، سكتشات، عندنا حمله داعش، عندنا حمله ايسز، حملتين سويناها. وبالاضافه الى البرنامج احنا البرنامج حتى لما حكت وكاله الانباء الفرنسيه رويترز، صحفيين الاجانب هوايه جوي كانوا ياخذون على انه اول برنامج عراقي ينتقد داعش بهاي الطريقه الساخره. كسرنا بها هيبه داعش قدام الناس، كسرنا بها هذا الخوف اللي خلقته داعش. فبالموصل بال 2015 كانت داعش تفتح على المقاهي مال الانترنت وتسال القاعدين بالمقاهي انه انتم تتابعون اشياء محرمه ولا تتابعون اشياء اباحيه لو البشير شو او القنوات الاخرى يعني. فممنوع. فولد اصدقائي الموصل يقولون كنا نحط برامات الصغيره بالميموري كارد ونتختل بالبرنامج ونضمه حتى نقعد نتفرجه بالليل، بعدين نخاف نشوفه، نخاف الصوت يسمعوه او خاف نشوفه بكافيه مثلا قدام العالم نخاف. فنفس الشيء اللي يصير ببغداد حاليا، بدأوا الناس يخافون شويه يحجون برايهم تجاه البرنامج. بس لما تجي ارقام الناس دا تشوف والناس مؤمنه بالقضيه مالته. بس تعرف انت الناس مرات طيب تخاف. ليش طلعت رعايه الان ار تي من عندكم؟ مجرد ما صار اتفاق على العقد الجديد. سابقا كانوا هم دخلوا ويانا سابقا من الحلقه رقم 8 بلشوا ويانا. هذا الموسم ما بلشوا اعتقد لاسباب اقتصاديه هم عندهم يعني. اقتصاديه مو قوميه. لا. ما نتذكر انا قلت لك انت ما تقدر تنقد الاكراد. اي انتقدتهم. انتقدتهم؟ اي بهذا الموسم اذا تابعت. من بعد ما طلعت الان ار تي من عندك؟ لا من سابقا. هو بنهايه ذاك الموسم ايضا من صار حكي صار الموضوع مال هوشيار زيباري. انتقدناه، كانت حلقه اسمها هوشيار اذا شفتها. ووراها يمكن فسخوا العقد. لا استمروا. ايه. استمروا بس قليل. لا استمروا وصار حكي على هذا الموسم، بس بعدين ظهر عندهم اسبابهم الاقتصاديه. احمد طلعت من الكلاسيكي البرنامج مالتك في قدمت اغنيه يا قاع مو يا قاع ترابج. احنا تقريبا كل حلقتين نسوي اغنيه. يا قاع بترابج كافوري وسوينا اغنيه الطماطه هم بالبرنامج. بس يا قاع ترابج كافوري هي الاغنيه السياسيه الحقيقيه مال البرنامج يعني اللي تنطي الطابع السياسي مال البرنامج. لاقت مقبوليه كثيره. الاغنيه انتشرت بشكل، وهاي الاغنيه بها فد شغله حلوه. لما تدخل على التعليقات مال الاغنيه راح تلقى جيشين الكترونيين متعاركه، الجيش التركي والجيش الايراني، طبعا اثنيناتهم ادوات عراقيه. راح تلقى هذا يقول لك ليش تحكي على تركيا تاج راسك اردوغان، تلقى هذا يقول لك ليش تحكي على ايران تاج راسك سليماني. هذه التعليقات لما تدخل عليها وتقرا وتشوف انه الناس شلون، او بغض النظر هسه سواء اكو جيوش لو ماكو جيوش، خلينا نفترض انه اكو قسم من عندهم. بس انت ما عندك جيوش، انت تتذكر بالحلقه السابقه جيوشك يعني. هذا والله مو جيوش هذول هم المعجبين، هم قاعدتي الجماهيريه العريضه. طيب انا اشكرك احمد جزيل الشكر، بس راح تبقى وياي لان راح اخليك تعلق وياي. اوكي. زميل المخرج اعطيني فقره استوقفتني كثيرا. اي احكوا يا ابو عمر. ان شاء الله سلمت. الله يحفظك، الله يستر عليك. قامي ان شاء الله وهاي الامانه. وهاي الامانه والفردي والله وبارك الله فيكم. جماعه اخوان الشرطه الاتحاديه ان شاء الله نحكم. الله يحفظك. وبارك الله انت يا غير مواطن عراقي مو بس سمعت الموسيقى. ان شاء الله نقدر على امكان كل شيء. الله والنعم ان شاء الله. الله يحفظك. على امكان ان شاء الله كل شيء. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. ذكركم ان شاء الله صافي. شكم عمر شكو. هذا هو الملازم اول زهير جاسم البياتي من الشرطه الاتحاديه اثناء عمليه تفتيش في منطقه العريبي في الموصل. الملازم زهير اثر هو وبعض المقاتلين
على مبلغ تجاوز 100,000 دولار، معها 1.5 كيلو ذهب في منزل عائلة عراقية نازحة. الملازم أول زهير قام بالبحث عن العائلة صاحبة الأموال حتى تمكن من الوصول إلها وسلم الأمانة. أنا أقول ما أروعك أيها العراق الكبير الأبي، ما أروع أبنائك بأخلاقهم، أماناتهم، تربيتهم، أصالتهم، انتمائهم. بارك الله بك ملازم زهير، كثر الله من أمثالك، وألف تحية لحضرتك. أحمد شاركني بهذا الموضوع. يا أخي هو هذا اللي يخليك تفتخر أنه أنت عراقي، هذه الأشياء وزهير ومثل زهير اللي يخليك تكون على قدر كبير من السعادة لما تشوفهم وتشوف شلون دا يسوي. يمكن لو أنا ما أسويها صراحة 100,000 دولار وهالقد ذهب، بس هو متأكد بحاجة إلها، متأكد راح تفيده وتغير حياته، بس سواها. يعني رحم الله والديك، والله عاشت ايدك. هذا هو العراقي. اي والله نعم. شكرا جزيلا أحمد. شكرا جزيلا. والشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.